اهلا بيكم في فيديو جديد مع منوعات زملكاوي. هنقول اخبار الاهلي والزمالك لغايه اللحظه دي، نتكلم عن احداث الساحه الرياضيه. هنكون مع بعض يعني في فيديو قصير، مش هنطول على حضراتكم. الشناوي، محمد الشناوي في اتفاق تم معاه، لكن الاول تم عقوبه لان كان المفروض في ماتش بلديه المحله يكون على الدكه احتياطي، فهو رفض وترك المعسكر. الكلام ده موجود في مواقع كتيرة، ومواقع أهلوية ومواقع قنوات المفروض حيادية وقنوات عامة وقنوات الدولة، كله معروف الموضوع ده. طيب بعد كده حصل إيه؟ الدنيا اتحسنت. حصل اتفاق مع الشناوي إن هو هيروح رادس يشجع الفريق عشان هو كابتن الفريق يعني وكده. وفي نفس الوقت لما يرجع القاهرة هيضطر يعمل إيه؟ هيكون على الدكة. ده الاتفاق اللي تم. فهل هيحصل تغيرات؟ هل هيحصل أي شيء؟ ممكن يحصل اهتزاز لمصطفى شوبير في لقاء الذهاب، يضطر يلاعب الشناوي، لكن ده الاتفاق اللي تم حتى هذه اللحظة. طيب ده بالنسبة للشناوي وشوبير. طيب في صفقة قوية الأهلي هياخدها، وهو اللاعب بلدية المحلة محمد رجب. لاعب أداؤه متميز، مدافع قوي، بيتحرك صح، بيغطي صح، بيأدي أداء ثابت متألق حتى هذه اللحظة. الأهلي دخل في مفاوضات معاه. زين الدين بالعيد اعتبروه في الأهلي أدي واحد. إياد العسقلاني لاعب عقلية محترفة، شاب صغير إمكانياته قوية، مهاري، بيعرف يطلع بالكورة، سنه صغير تقريبا 21 سنة. كده دفاع الأهلي هيبقى يعني فيه ثقل، يبقى فيه يعني دفاع تقيل زي ما بيقولوا. فدول، وكمان هنقول خبر بعد شويه ان في مدافع تاني اهلي بيتفاوض معاه، هنحكي عليه يعني. كده يبقى بزين الدين بالعيد خلاص في الاهلي، اياد العسقلاني خلاص في الاهلي، محمد رجب على وشك انه ينتقل لنادي الاهلي في الدفاع. طيب في بالنسبه للاهلي، ده بالنسبه للاهلي. نرجع للزمالك. اللاعب اللي تألق في ماتش بلدية المحله واحرز هدف جميل، وهو اللاعب ده اصلا بيلعب في منتخب الشباب، واخر مره لعب او المره اللي قبلها كان احرز هدف بتصويبه من بعيد، والهدف اللي جابه في الاهلي تصويبه من بعيد قويه في المقص وكده. ده ماجد هاني. ماجد هاني لو حد طبعا اغلبيتكم بيحضر ماتشات الاهلي والزمالك، كان عامل ماتش حلو جدا وحط كوره قويه، يعني بصراحه لا يسأل عنها مصطفى شوبير. هو كان المفروض في ضغط من المدافعين، يعني ما حصلش ضغط وكده. كان متألق، وكان هو المتحكم في رتم الملعب، كان بيصنع كرات، صنع ألعاب، كان بيوزع كرة في الملعب، بيرجع يغطي. يعني بصراحة مكسب ده من أبناء نادي الزمالك، رجع نادي الزمالك وهو أداؤه ممتاز من فترة. ماجد هاني وأكثر من مدرب صعدوا الفريق الأول، غير حتى تمت إعارته. ده بالنسبة لماجد هاني. طيب تفتكروا الأهلاوية يفتكروا اللعيب اللي هو عنده مهارة اللي كان في الأهلي وما عادش كتير؟ مصطفى عادل ميسي. لما جه مصطفى عادل ميسي، يعني هو شبه اتظلم شويه، ما خدش فرصه وخد اوقات قليله، لكن لعيب مهاري حاليا متالق في زد، واحتمال عوده الاهلي كبيره، واللاعب عايز يرجع عشان يلعب في كاس العالم للانديه في 2025 في امريكا. فاللاعب احتمال يرجع، وخاصه ان الاهلي هنقولها في اخر الفيديو. او كمان يعني شويه كده هنقول الاسماء اللعيبه اللي ممكن يستغنى عنها الاهلي بنسبه كبيره، وفي اسماء ممكن ترحل بنسبه 50%. فكده مصطفى عادل ميسي راجع الاهلي من اللعيبه المهاريه، وعندي قدرات حلوه زي كريستو. انا شايف كريستو ده اكتر لاعب مظلوم في الاهلي، وهيمشي من الاهلي، اللي هو اللاعب التونسي. لعيب مهاري وسريع جدا، بس ممكن يكون عشان في لعيبه في الفريق اكبر منه سنا واساسيين، ومع هو ما عندوش خبرات، يعني ممكن يكون يتم تفضيلهم، لكن لو هو في فرصه وما فيش غيره هيبقى نجم يعني. طيب ده بالنسبه ايه اللعيبه اللي الكابتن حسام حسن هياخدها. هياخد من الاهلي عمر كمال عبد الواحد، هياخد مصطفى شوبير والشناوي. طبعا الناس هتتساءل ازاي الشناوي هيلعب في المستوى ده. هو لسه مش جاهز وما بيشاركش مع الاهلي، لا محلي ولا افريقي. ده وجهه نظر كابتن حسام حسن، يعني دي وجهه نظره، وهو هياخد الاثنين، وهيبان مين هيكون الحارس الاساسي، مصطفى شوبير او الشناوي. زي ما قلنا عمر كمال عبد الواحد. طب من الزمالك هياخد مين؟ هياخد ناصر ماهر، وبيتابع دونجا. ادي ناصر ماهر ودونجا، وهياخد شحاته. دول كمان مكاسب للزمالك. كمان عوده فتوح، برغم ان فتوح امبارح ما كانش كويس، لكن فتوح عندي القدرات، عندي الامكانيات، عندي الخبره وموهبه وكل حاجه. فمجرد بيرجع لمستواه بيبقى لعيب ليه وزنه في الملعب، لان لعيب مهم في المنتخب ولعيب مهم في الزمالك فتوح. طيب دول اللعيبه اللي هينضموا للمنتخب.
طيب بعد كده رسالة كابتن شوبير لإمام عاشور. كابتن شوبير المذيع المعروف كتب يعني جاب رسالة لإمام عاشور، هو رسالة هي تحفيزية. بيقول بالرغم ان هو ممكن بيحرز هدف لكن هو مستواه سيء وانتاجه في الملعب ضعيف، هو مفيش تركيز، وطلب منه التركيز في الملعب. لان احنا فعلا بنشوف امام عاشور يعني لسه ما وصلش نص مستواه لما كان في الزمالك. ما تعرفش انت مثلا ضغوط اكبر، هل هو عايز يعمل كل حاجه في وقت واحد، هل هو لسه ما تأقلمش، كمان في حته نفسيه شويه زي ما قلنا، في مشاكل في النادي وبياخد مبلغ كبير، وكمان عقده لو خد بطولة افريقيا هياخد مكافأة اكتر، فممكن تكون دي عاملة مشكلة. ونفسنا في اوضة اللبس ممكن يكون عليه ضغوط، لان في لعيبة كانت معترضة عليه وقلنا قبل كده في الفيديو ده. لكن دي رسالة الكابتن احمد شوبير لكابتن امام عاشور. طيب مين الراحلين من الاهلي؟ هنقولهم بسرعة ونقول نسبة رحيلهم. خالد عبد الفتاح نسبة 90% احتمال يكون اعارة. كريم الدبيس زيه، بالرغم ان انا شايفه لعيب كويس والنقاد شايفينه كويس ولعيب متألق، ولما بيقدم مكان معلول بيلعب وبيأدي وسريع وعنده مهارات وبيغطي حلو. ما اعرفش ليه هو ماشي يعني اهلي، مش عارف. هو معلول يمكن يجدد له الموضوع، معلول معلق، اعتبر يجدد له برضه، عايز بديل، فاحتمال يجيب حد افريقي مش او حد تاني من الدوري هيبان يعني. معلول زي ما قلنا 50-50. السولية مرشح للرحيل، بس انا شايف ان هو ممكن يقعد، ممكن يجدد عقد سنه كتكريم ليه ويكمل السنه دي مع الاهلي. كريستو الضو اللاعب المظلوم اللي قلنا عليه لعيب موهوب، كريستو الضو من اللعيبه المهاريه والحريفه والسريعه، لكن ده معرض للاستغناء عنه الرحيل. في كمان مودست، مودست طبعا ده لا جدال عليه سواء اهلاويه او اي حد، يعني هو جسمه تقل كده وحركته بطيئه، ومش يعني مش هو اللعيب اللي لعب في الاهلي. يعني انا عندي محمد شريف افضل منه بمراحل. محمد شريف من المهاجمين الواعدين، بيجي له فتره يحصل له دروب، لكن لا يزال مهاجم خطير ولاعيب كويس خالص محمد شريف. طيب كريم فؤاد ده كمان مظلوم، علامه استفهام كبيره حواليه، احتمال يرحل لكثره اللعيبه في مركزه، ان كان هو افضل من اللعيبه الثانيه في مركزه، لكن مش عارف ايه وجهه نظر مستر كولر، هو المدير الفني، هو شايف كل حاجه طبعا مش احنا. كريم فؤاد يعني مفاجاه ان هو يرحل، لان هو ورق رابحه، لعيب سريع بيتحرك صح، واكثر من مره بينزل بيعمل فرق وبيجيب اهداف. ما اعرفش ايه السر ان هو هيمشي يعني. زي ما قلنا هو ان المركز بتاعه فيه لعيبه كتير. طاهر محمد طاهر ده انا اعتقد ان يعني حتى جمهور اهلي خلاص جاب اخره منه، من اللعيبه اللي ماشيه من الاهلي ده بنسبه ممكن تقول 90 او 100. برغم من كده كولر كذا مره هيكون همشيه وفي الاخر يبقى عليه، لكن حاليا الجمهور خلاص يعني فقد الامل فيه. طيب لقاء الاهلي القادم ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا في رادس في تونس يوم السبت الموافق، يوم السبت القادم ده هيكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة 3 بتوقيت الولايات المتحدة. دي كانت كل أخبارنا. مننساش نعمل لايك سبسكرايب، نعمل لايك سبسكرايب عشان ننشر القناة، ده الدعم بتاع حضراتكم. بجيب أخبار، أنا كل فيديو بحط فيه يمكن 12 خبر أو أكتر، بحاول أجمع أخبار كتير بتأكد منها وباخد وقت، فأنا محتاج دعم من الناس بتشاهدنا عشان نشتغل اكتر وننجز اكتر ويبقى في حماس اكتر. حماس موجود بس عايزين نزود الحماس يعني. تحياتي لكل الناس اللي معايا، كل الناس اهلاويه زملكاويه، كل الناس فوق راسنا، ويسر تحياتنا للجميع وتقديري لكل من يشاهدني. الى اللقاء في فيديو قريب. باي باي، Like, سلام. subscribe, you prince.